قولني محدش يدخل ولا يخرج من المخروبه دي. حصل يا كبير. كله يتحاسب. صباح الخير مستر. صباح الزفت، صباح الجل على دماغكم كلكم. يا نور يا ولاد الحرام، ورايا على المكتب. يلا دينا. ورحمة أمي الطاهرة الغالية، لا كله يتحاسب إلا الخيانة. ده مبدأ خيانة ده، واللي عمل العملة دي مش هيطلع غير من واحد من الأربعة اللي قاعدين دول. طب في ايه يا معلم؟ فهمنا. طه التليفون اتسرق واتقفل. اتقفل. لا لا يا معلم، عيب عليك، احنا مش حرامية، واحنا محدش يتهمنا ابدا بالسرقة، احنا اشرف من شرف، فاهم؟ اتكلم عن نفسك يا عم فوزي، يا بتاع الشرط المشجر، يا متصابي، يا سادي. وانت يا رشدي، حد غيرك يعرف مع تسليم البضاعة في المينا؟ يا معلم عيسى، احنا رجالتك، مش ممكن نخون. اتكلم عن نفسك يا رشدي، يا بتاع البخور والأعمال، يا سفلي. وانت يا دينا جيتي امتى؟ جيت في ميعادي والله. مصدقك. وانت يا مزمزلبه نوره ولا نوره جيتي امتى؟ أنا شايفة إن حضرتك مبالغ جدا في ردة فعلك يا مستر عيسى. نعم حلت امك مبالغ؟ بقول لك التليفون اتسرق. الموضوع بسيط على فكرة. نوع تليفونك ده سهل جدا إن أنا أو أي حد يعرف مكانه فين. قول لا. هو ممكن ما يرجعش، بس على الأقل هنعرف مكانه، وبعد كده نقدر نشوف هنعمل إيه. أو ممكن نعمل بلاغ في مباحث الاتصالات. مباحث لا، تعرفي تجيبي مكان التليفون امين، غير كده مش عايز اعوق. مباحث لا. ممكن بس حضرتك تهدى علشان ما انا هادي، شايفاني بغلي. العصبية دي مش هتفيد في أي حاجة، توتر على الفاضي. هتعرفي تجيبي ام التليفون؟ هتصرف. بني 500 هنا. حصل يا كبير. 500 كانت منيلة في حصيلة الهباء. لو ثبت ان حد خد تليفوني هنفخكوا كلكم. انت قاعده ليه ما تقومي؟